السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم وفاء مصطفى. النهارده فيديو من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها. هنعمل النهارده مع بعض القرص الفلاحي الطريه المحشيه عجوه القمر دي. شايفين يا جماعه قد ايه هشه من جوه، والعجينه بتاعتها يعني هشه ومش مكتومه. هقول لكم ازاي تطلعوها هشه وبالجمال دوت، وكمان ازاي تسووها صح عشان نستمتع بقى بيها في الفطار. نص كيلو دقيق وربع كوبايه زيت، وهنعمل المقدار اللي انتوا شايفينه دوت. هيقعد معانا يقضينا فطار يومين 3. طبعا حلوة جدا، وهقول لكم ازاي تطلع معاكم ناجحة 100% كده، حتى لو اول مرة في حياتك تعمليها. عايزة اوريها لكم من تحت وتشوفوا التسوية، وهتحشوها طبعا بحشوة العجوة ومع كوباية الشاي. احلى حاجة بجد. بصوا يا جماعة الطريان بتاعها والتسوية بتاعتها من كل ناحية اهي، وافتح لكم كمان واحدة تشوفوها روعة بجد. على بركة الله بقى تعالوا نبدأ. هنجهز الدقيق بتاعنا ونكون نخلينه. انا النهاردة هستخدم نص كيلو من الدقيق. النهاردة استخدمت دقيق مخبوزات، يعني دقيق 5 نجوم. تقدري تعمليها بأي دقيق انت عايزاه. تلت كوباية من المية وربع كوباية من الزيت، واحط كوباية كاملة من اللبن، ده لبن حليب عادي. واحط عليهم دلوقتي معلقة كبيرة ونص كمان من السكر. وحطيت برضو شوية ملح على طرف المعلقة كده. على فكرة انا حطيت معلقة واحدة بس سكر. عايز تحطي معلقة ونص او معلقتين حطي عادي، يعني من معلقة لمعلقتين. حطيت كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. مهم قوي نتأكد ان الخميرة بتاعتنا نشطة وطازة وما تكونش مركونة، يعني ما تكونش بايظة وتبوظ لنا الوصفة. عشان تتأكدي ان الخميرة بتاعتك سليمة، حتى من غير ما تختبريها هتلاقيها كده بتلزق في المعلقة وبتلزق في الايد زي ما يكون فيها مغناطيس كده يا جماعة. بتبصوا تلاقيها قد ايه، معناه ان هي نشطة. وممكن ده برضو تختبروها لو انتوا مش متأكدين. قلبت كل حاجة مع بعض. بعد كده هنزل بالدقيق بتاعي، نص كيلو من الدقيق، دقيق مخبوزات او 5 نجوم، بس انتوا تقدروا تعملوها بأي نوع دقيق. لو عايزين تعايروا الدقيق هيطلع معاكم 3 كوبايات ونص بالكوب المعياري، او بالكوب المج اللي بودن ده اللي هو موجود عندنا في كل بيت. انا كنت حطاهم في كيس، كنت نخلة دقيق وحطاه في كيس، وفضيت النص كيلو دقيق بتاعي بقى كله، وهبدأ اعجن على طول. طبعا العجن بتاعها هيبقى سهل، ولا محتاج لعجان ولا لأي حاجة. هنعجن اللبن. انا كنت مدفياه شوية بس مش سخن طبعا عشان ما يبوظش الخميرة. كان دافي بس عشان احنا في الشتاء دلوقتي وعايزين العجينة بتاعتنا تخمر بسرعة. عموما لو الخميرة بتاعتك نشطة وحلوة هيخمر معاكي حلو جدا. هفضل بقى اعجن فيه كده لغاية ما العجينة تبدأ خلاص كده يعني تظبط معايا. حسب بقى نوع الدقيق بتاعك، لو احتاجت معاكي ربع كوباية مية كمان احط لها. ممكن تحطيها مية وممكن تحطيها لبن. انا دلوقتي هحط معلقة كبيرة من الزبدة، هي دي اللي هتخليها فلاحي بجد، والطعم بتاعها روعة يا جماعة، وهتوديها في سكة تانية خالص. هتحسوا انها كلها معمولة بزبدة، وطعم الزبدة باين فيها جدا. انا كنت مطلعة الزبدة دي من التلاجة، يعني هي لسه بس بفككها كده بايدي عشان لما اعجن كده وادخلها في العجينة تدخل بسرعة. اول ما ندخل الزبدة هنلاقي العجينة بدأت تفصل من بعضها شوية كده. هبدأ اظبطها كده بايدي واعجن فيها شوية لغاية ما الزبدة تندمج، والعجينة بتاعتي تبقى خلاص كلها ناعمة كده وحتة واحدة. طبعا لو هتحطي ربع كوباية مية تاني حطي حسب نوع الدقيق بتاعك. انا حطيت عشان الدقيق بتاعي ده 5 نجوم. لو الدقيق العادي مش هتحتاجي مية تاني. وده قوام بقى العجينة بتاعتنا. هغطيها وهسيبها بقى تخمر. هحطها في فرن البوتاجاز وهسيبها تخمر. قعدت قد ايه بقى عشان تخمر وتملى الطبق كده؟ قعدت حوالي يعني 40 دقيقة. كنت جهزت العجوة بتاعتي. العجوة بتاعتي دي انا طريتها على النار بمعلقة سمنة كده ومع شوية مية. لما طريت خدتها كورتها كور كده على قد كل قرصة. هناخد قطعة عجين بقى وهنبدأ نشكل على طول. وهفردها كده واجيب قطعة العجوة الطرية بتاعتي. هفرد برضو العجوة كده جواها اهو. وبعدين هلم كده الاطراف بحيث هقفلها واسيبها كده. بصوا عايزه اقفلها بس كويس عشان العجوه ما تطلعش منها. وخلاص كده هجيب الصاج اللي انا هشتغل فيه، ومش هندهن الصاج اي حاجه، ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. هي مش تلزق، هي فيها الزيت بتاعها وفيها معلقه الزبده اللي احنا حطيناها في الاخر.
هشكل قدامكم برضو واحدة تانية، ومهم قوي نلمها بالشكل ده كده، بس بظبطها يعني كويس عشان تبقى ناعمة كده من الوش بتاعها. وبجيب قطعة العجوة بتاعتي ومكترة العجوة زي ما انتم شايفين، عشان لازم افرد العجوة كده عشان العجوة تبقى يعني متوزعة في كل القرصة كلها، ما يكونش في حتة فيها عجوة وحتة ما فيهاش. بصوا يا جماعة اهو ده الشكل اللي احنا عايزين نوصله. طبعا لسه هنفردها، انا بس بسيبها الاول ترتاح يعني على بال ما اعمل كل المقدار، برجع بقى اجي وافردها شوية. ودي اخر واحدة هعملها قدامكم عشان تتأكدوا بس من الطريقة ومن قوام العجينة معايا. خلصت بقى كل المقدار زي ما انتم شايفين، نص كيلو من الدقيق اداني صاج، اكبر صاج عندي ده بيدخل الفرن يا جماعة لوحده، الفرن ما بيبقاش فيه مكان تاني، يعني على قد مقاس الفرن مقاسه 90. وهفرد بقى بايدي بقى كده خلاص شوية كده، شايفين بفردها وانا بفرد العجوة طبعا اللي جوه بتتفرد معايا وبتتوزع برضو جوه العجينة كلها، ولا هدهن وشها حاجة ولا اي حاجة، ولا حطيت من تحتها حاجة ولا دهنت وشها حاجة. هما بيعملوها في الافران كده، بس احنا بتاعتنا بقى بطعم فلاحي. خلصت بقى المقدار كله زي ما انتم شايفين وفردته، وهدخله فرن البوتاجاز وهو مطفي لغاية ما يخمر كده. يخمر في قد ايه؟ المرة دي مش هياخد ربع ساعة او نص ساعة وهيكون خمر. دخلته بقى الفرن سخن وحطيته على الشبكة، كنت رافعة الشبكة لفوق عشان عايزة التسوية يا جماعة تبقى من فوق ومن تحت تسوية واحدة زي ما انتم شايفينها كده، لان رفعت الشبكة لفوق وحطيته فوق وكنت معلية الفرن ومشغلة المروحة، فالقرص بتاعتي استوت التسوية الروعة دي من كل ناحية. لو انت عندك احتاجتي تشغلي الشواية عشان توصلي للون بتاعها من الوش، لو ما اخدتش لون من الوش يعني هتشغلي الشواية. التسوية بقى بتاعتك انت عارفاها، المهم ان في الاول هنحطها على الشبكة، والشبكة هنرفعها لأعلى رف في الفرن يعني، او الرف اللي تحت اللي فوق يعني، ما نحطهاش في ارضية الفرن او فوق الارضية كده عشان ما تاخدش لون من تحت قبل ما تستوي من كل الجوانب. عملت بقى معاها كوباية شاي، وهو ده بقى بجد. بصوا يا جماعة اهي، عايزة اوريكم قد ايه هي هشة وناجحة، واللون الابيض الجميل والعجوة وحاجة كده بجد طعمها حلو قوي. يعني عمركم هتجيبوا من بره خالص، بعد ما تدوقوا دي هتعرفوا في فرق كبير جدا، وهتعرفوا ان حاجة البيت انضف واحلى واوفر. كل اللي احنا استخدمناه نص كيلو دقيق وربع كوباية زيت، وعملنا المقدار اللي انتوا شايفينه ده كله. انا بعملها على طول، الشتاء بقى محتاج الحاجات دي على طول، بتنفعني بصراحة، والاسعار بقت غالية، لا هنجيب جبن ولا هنجيب حاجة، هو ده الفطار وينفع عشاء كمان. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدفي الافادة، يا رب تكونوا استفدتوا. لايك بقى حلو للفيديو، شكرا ليكم.